أولا خل أقول لك، الفضائيات اللي تطرح أطروحات طائفية، صدقني هذه مو هدفها مصلحة الأمة، لا الأمة الإسلامية ولا الأمة العربية. أي أمة تريد تحسبها مو من مصلحتها الطائفية، وأي بلد تنمو به الطائفية اكتب عليه السلام. هذا ترى وراها مخطط. شلون هذا أديبنا الله يرحم أديبنا الرائع الشيخ أحمد الوائلي يقول: دخلت حماية وفي الرؤوس مخطط، وأعيد قومي من لظى مروع، وهي التي إن أنشبت أظفارها في غفلة فأنا وأنت المصرع، عدنا تصنفنا يد مسمومة، متسنن هذا وذا متشيع، يا قاصدي قتل الأخوة غيلة لم الشباك، فطيرنا لا يخدع، غرس الإخاء نبينا وكتابنا، فامتد واشتبكت عليه الأذرع. احنا عندنا قواسم مشتركة ولله الحمد، والمفروض كل واحد منصف يريد الأمة وحماية الأمة وحماية البلد وحماية الشعوب. والله الطائفية دمار، ترى القنبلة الذرية أرحم من الطائفية، لكن لغة التكفير ولغة السباب ولغة الشتائم ما وراها إلا دمار الشعوب. وإلا يا أخي بيني وبينك قواسم مشتركة، الرب واحد والنبي واحد والقرآن واحد، الكتاب واحد والقبلة واحدة هي الكعبة، نصوم شهر رمضان ونصلي الفرائض الخمسة، شو تريد مني بعد؟ من صلى لقبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو من موجي هذا الحديث. خلص عليش تدخل بالتفاصيل؟ وللناس فيما يعشقون مذاهب، وكل واحد يوم القيامة يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ليش هذا تشهير وسباب وتكفير وطرد وقتل وأسلحة ناسفة وأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة عليه من الإبادة؟ ليش يا أخي؟ كل نفس بما كسبت رهينة.